بمناسبة عيد الحب باش نقدموا لكم أجمل 5 ثنائيات قدمتهم الدراما التونسية. مرحبا بكم في باباراتزي ستار. في المرتبة الخامسة يسرو مهدي في مسلسل مكتوب. كان نجمو نعطيو عنوان للثنائي هذا فباش يكون بين الحب والعنصرية، وين شفنا مهدي اللي قدم دوره الممثل أحمد لندلسي ويسر اللي قدمت دورها رانيا الجيبسي عملوا المستحيل باش يكونوا مع بعضهم رغم عدم موافقة العائلات على هذه العلاقة بسبب اختلاف لون البشرة، لكن في النهاية الحب هو اللي انتصر وعلاقة يسرو مهدي توجد بالزواج في نهاية الجزء الثاني من مسلسل مكتوب. المرتبة الرابعة مريم بنت الصويف ومحسن الرابحي مسلسل حسابات وعقبات. رغم اللي هو تزوج جميلة وطلقها، مريم عمرها ما نسيت حبها لمحسن الرابحي، وصلت هبطت على خاطره لتونس وتفركس فيه وساعات انها تخليه يحبها، رغم اللي محسن حتى بعد ما طلق جميلة قعد ديما يحبها. اما مريم ما ايستش من حب محسن. وشكون فينا ما يتفكرش مشهد خطبة مريم اللي قعد لطو من اقوى المشاهد اللي نعاودوا نتفرجوا فيهم مع كل اعادة لمسلسل حسابات وعقبات. في المرتبة الثالثة عياد وامينة في مسلسل حرقة. عياد وامينة تعرفوا على بعضهم في باتهم تاع حرقة وبعد جمعتهم ظروف صعيبة في تشنترو، اما عياد ما ترددش باش يمد يد العون لامينة وصل خذلها بثارها هو واختها من صاحبها اللي ما كانش في المستوى. في المقابل في ايطاليا امينة صبرت واستنت عياد يخرج من الحبس وعلاقتهم التوجد بالزواج في ايطاليا. المرتبة الثانية حبيبة وماهر في مسلسل النوبة. حبيبة وماهر في مسلسل النوبة هما من أكثر الكوبلوات اللي أعجب بهم الجمهور التونسي وتبع حكايتهم، لأنه ماهر ما خافش من برينجا خطيب حبيبة الباندي اللي خافوا منه العبيد الكل، واستغل كل مناسبة قابل فيها حبيبة باش يعبر لها على حبه ويقول لها كلام حلو على الطريقة التونسية، وعلاقتهم التوجد في الجزء الثاني بالزواج. المرتبة الأولى فاطمة وسيد أحمد في مسلسل خطاب على الباب. بالشعر وبالرسائل هكا عبر سيد أحمد عن حبه لفاطمة، وبفضل قمر زمان اللي عاونهم برشا في علاقتهم بتوصيل الجوابات تمكنوا في نهاية الجزء الأول من أنهم يتخطبوا، ومن هون فهمنا أن جات فكرة عنوان المسلسل. باش تعرفوا كل جديد وأكثر أخبار خليكم تابعين على باباراتزي ستار.